سعيد شيبة بيرد على كولوبالي المدير الفني للمنتخب المالي رد عملي ودبلوماسي وباحترام زي وزي بقيه المغاربه كلهم، تربيه ملوك. طبعا كلنا عارفين التصريحات المستفزه جدا في حق المملكه المغربيه والمنتخب المغربي تحت 17 سنه. سعيد شيبة طلع بعديها وقال لك احنا بنحترم جميع الفرق وجميع المنافسين. سعيد شيبة النهارده في المؤتمر الصحفي برضه بيرد عليه رد دبلوماسي وبيقول له ان المنتخب المالي منتخب كبير وقوي جدا جدا، ادالك حقك، انما انت يا كولوبالي ما خدتش حقك، انا اللي هديلك حقك اهو يا كولوبالي. ده شورت لعيل صغير، وانت عارف طبعا سعيد شيبة واللعيبه عملوا فيك ايه. الشورت دوت عليه الكاس ده بقى تروح تاخده انت كده اهوت زي ما كنت بتحلم ان انت هتفوز على المنتخب المغربي، وتقول مين المنتخب المغربي يعني ما فريق ضعيف، فريق لا يستاهل اللي انا عامل له حجم كبير. اهو النهارده حجمك وخلاك قاعد دلوقتي هتلعب يا دوبك على حيالله مركز ثالث ورابع. المنتخب المغربي يعود بريمونتادا بفرق هدفين في ضربات الجزاء ويفوز على منتخب مالي، فريق كبير جدا، ويمتاز بالقوه البدنيه الغريبه اللي انا مش فاهم هم جايبينها منين للعيبه تحت 17 سنه. بس في النهايه احنا فزنا. ايوه احنا وانتم واحد، المصريين والمغاربه كلنا واحد، ده للناس اللي بتفهم. انما في ناس تانية للاسف الشديد احزنتني ان انت بتلعب في اراضيها. تخيل حتى لو انت بتتعامل معامله الضيف لما تبقى متواجد في الجزائر وبرضه ما تلاقيش حد يساندك ولا بتلاقي حد يدعمك من الجمهور. بس الحمد لله دعوات المصريين، دعوات كل العرب، دعوات المغاربه كلهم بامهاتهم المحترمه اللي للاسف الناس اوقات بتغلط في حقهم، الحمد لله بسبب الدعوات وربك هو الموفق قدر المنتخب المغربي الحمد لله يصعد الى النهائي بعد غياب فتره كبيره. بس الحمد لله اللعيبه المغاربه وسعيد شيبة ما بيهمهمش التصريحات المستفزه اللي حواليهم، الكل عينه على بطوله كاس الامم الافريقيه بعد صعودنا لكاس العالم. احبائي الكرام مش هطول عليك، كلنا فرحانين. حط اللايك واشترك في القناه وشير الفيديو وفعل زر الجرس، وانا شايفك اهو للناس اللي ما بتحطش اللايك. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.